ازيك يا حبيب اخوك؟ ايه الاخبار وعامل ايه والدنيا ماشيه معاك ازاي وكل الكلام الجميل ده؟ في كل الاجيال اللي فاتت هتلاقي ان المغنيين دايما بيمثلوا، يعني لو رجعت ورا حبه هتلاقي عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وشاديه، وبعدهم بكام جيل هتلاقي عمرو دياب وتامر حسني وشيرين ومي كساب وغيرهم كتير قوي بيمثلوا. انما لو جينا عند جيلي انا، فواحده من اكتر انواع المزيكا المنتشره في جيلي هي مزيكه الراب، والرابرز برضو من حقهم يمثلوا زي كل اللي مثلوا قبلهم. بس تعال اسالك سؤال مهم، هل لما الرابرز مثلوا عرفوا يمثلوا ولا فشلوا؟ اول واحد هنبدا بيه هو ويجز، وويجز واحد من اول الرابرز اللي بداوا في سكه التمثيل دي، ويمكن كمان من احسن. واول عمل يمثل فيه كان مسلسل بيمبو، غير ان بيمبو مسلسل جامد وانا بحبه قوي بصراحه. ويا جدعان بيمبو مسلسل مختلف، يعني قدروا بيمبو حبه عشان انا ملاحظ ان هو مش متقدر. المهم يعني نرجع لموضوعنا، ويجز في بيمبو كان جامد فشخ، لا بجد جامد. الراجل ده داخل فاهم هو بيعمل ايه، مش مجرد اللي هو يلا يا جماعه انا ويجز يلا راب يلا مزيكا يلا سكوسكو. وكمان لو ركزت هو ما عملش ولا تاك في المسلسل ده، حتى التتر ابو الانوار هو اللي مغنيه مش ويجز. فالراجل كان اخدها جد ومركز قوي عشان يطلع منتج في الاخر هو راضي عنه وحاسس ان دي الحاجه اللي تليق بيه. وخد بالك الدور مش سهل، ده دور واحد صعيدي عنده لدغه غريبه جدا، عنده لدغه في الخ. حاجه صايعه قوي وجد عملها بسبب المسلسل ده، ان بعد ما المسلسل خلص نزل اغنيه البخت. طبعا كل الناس قعدت ترمي ان الاغنيه دي على هدى المفتي، وده قعد يزود في الفيوز بتاعتها بشكل مش طبيعي. والراجل ما طلعش قال ولا حاجه ولا نفى الكلام ولا اكد عليه، هدى المفتي هي اللي نفت الكلام فاهم. بصراحه انا بحب وبحترم ذكاء ويجز جدا، وعشان احنا الاتنين احمد علي يعني فاهم. نخش في اللي بعده صح؟ يا ريت نخش في اللي بعده عشان الاحراج ده. تاني واحد معانا هو ابي يوسف. قبل ما ابدا كلام عنه عشان اتجنب الصياح اللي هيحصل تحت، انا مش هتكلم عنه كرابر، ابي يوسف كرابر هو اسطوره. لكن لو جينا نتكلم عن ابي يوسف في التمثيل فلا، انا عندي عليه حبه ملاحظات وملاحظات كتير كمان. ابي يوسف مثل مرتين، اول مسلسل فيهم كان مسلسل اسمه الليله واللي فيها مع زين، هو يعتبر في المسلسل ده كان اخد دور كبير نوعا ما. بس هل مثل حلو؟ اه جدا، مثل مشاهد الموت حلو قوي، كان مات كويس يعني. بس لو جينا نتكلم للجد بقى، ابيو كان عادي جدا ويمكن اقل من العادي كمان. هو حرفيا انت لو تعرف شخصيه ابيو الحقيقيه فتقريبا هو كان بيمثلها في المسلسل ده، ما كانش بيعمل جديد يعني. حتى ما كانش فيه تحدي تمثيلي او حاجه تثبت ان الدور ده كان لازم له ابي يوسف، هو كان جاي دعايه بالنسبه لي. وبصراحه مسلسل ليلى واللي فيها ده مسلسل ما عجبنيش خالص وما عرفتش اكمله. حتى المسلسل التاني هو مسلسل نزل في رمضان السنه دي، وهو مسلسل الغاوي مع احمد مكي، برضه الدور ما فيهوش اي حاجه جديده واي حاجه من ابيو اقدر اثني عليه بيها. خدت بالك من اثني دي؟ هو بس عمل مشهد اللي هو بتاع عم رضوان هيتجوز النهارده، ده المشهد ده ضحكني فشخ. لو ما فيش كوبرات على المشهد هتلاقيني حاطط لك يعني بالساوند، بس لو في كوبرات مش هحطه. وكمان يا جدعان الغاوي مسلسل وحش قوي وفرصه مهدره هنبقى نتكلم عنها بعدين يعني. المهم تعال نخش في اللي بعده، تالت واحد معانا النهارده وهو شاهين. غالبا شاهين هو اكتر واحد فيهم مثل بثلاث مرات تمثيل. اول مسلسل عمله هو مسلسل اسمه سوشيال مع احمد زاهر وهنادي مهنا. انا بصراحه ما شفتش المسلسل ده، انا ما عنديش خلق اشوف مسلسل بطوله احمد زاهر يعني. بس تاني مسلسل عمله هو مسلسل حدث بالفعل، بالذات قصه كامله اللي كانت مع ايه سماح. على فكره شاهين ما كانش سيء خالص، هو كان كويس، ما عملش الحاجه الواو بس ما عملش الحاجه السيئه او الوحشه فاهم. بعدها عمل مسلسل كامل من بطولته اسمه باسورد مع ايه سماحه برضه. طب والله على فكره كان مسلسل كويس، كان مسلسل يتشاف يعني. شاهين كان عامل اداء كويس فيه فاهم، هو مش عادي لا هو كويس، ده مستوى حلو يعني. بس ككل انا شايف ان شاهين مر مرور الكرام، ما حدش ركز معاه وما حدش برضه تجاهله، هو كان عادي يعني. تعال نخش في رابع واحد معانا النهارده وهو ارسنك، اللي عمل فيلم واحد بس وهو فيلم خمس جولات. خمس جولات ده كفيلم انا شايف ان هو فرصه مهدره جدا، كان ممكن يطلع احلى بكتير، لان هو عنده قصه حلوه، عنده فيلن حلو قوي اللي متمثل في الاب. دور الاب ده ماجد المصري عمله بعبقريه، عمله بشكل حلو قوي يعني. بس لو جينا نتكلم عن سينك لوحده فهو كان لايق على الدور قوي بصراحه، لايق على الدور قوي قوي كمان، لان قصه الدور هي شبه قصته نوعا ما، وان هو كان بيروح راب باتلز وكان اندر جراوند لحد ما طلع واتشهر. بس كتمثيل هو كان عادي بصراحه، وانا ما كنتش متوقع منه اكتر من اللي هو قدمه. يمكن احلى حاجه عملها في الفيلم ده هو التراك اللي عمله مع عادل ايوبي اللي اسمه بين نارين. التراك ده عظيم، ولو انت سمعت التراك ده هقول لك معلومه ما تعرفهاش عنه، ان التراك ده البروديوسر بتاعه او اللي عامل المزيكا بتاعته هو ليجاسي. ده مش موضوع، احنا بنخش في مواضيع فرعيه عشان اطول مده الفيديو يعني. بس تعالى نخش في خامس واحد معانا وهو احمد سانتا. على فكره ممكن ناس كتير قوي ما تعرفش ان سانتا مثل، بس سانتا مثل في مسلسل واحد بس وهو مسلسل امبراطوريه ميم مع خالد النبوي ونور النبوي. بصراحه انا اتفاجئت جدا ان دور سانتا ما كانش صغير، بس هو ما كانش ليه اي علاقه بالدعايه بتاعه المسلسل ولا كان نزل له بوستر حتى. تقريبا سانتا من نص المسلسل التاني وبدا يطلع، وما طلعش في حلقه ولا اتنين، ده طلع في كذا حلقه. وكمان عمل تراكين في المسلسل، واحده منهم من اكبر الهيتات بتاعته اللي هو تراك عرفت قيمتك. انا بصراحه ما اعرفش ليه ما حصلش ضجه على حوار تمثيل سانتا ده وليه ما تروجلوش بشكل حلو. بس بصراحه انا ما عنديش ملاحظات عليه برضه، هو يمكن زي كل اللي قبله كان عادي جدا. بس بصراحه انا بحب احمد سانتا قوي يعني، بحبه على المستوى الشخصي بجد يعني. بس تعال نخش في اخر واحد معانا وهو زياد زوزو. زياد مثل ثلاث مرات، اول مره فيهم كانت في فيلم قصير اسمه 60 جنيه اللي كان من اخراج عمرو سلامه، والفيلم ده اتعرض في مهرجان الجونه. انا بصراحه ما شفتش الفيلم ومش عارف اشوفه فين ولا الاقيه، وهموت واشوفه اصلا. بس زياد يجتمع تاني مع المخرج عمرو سلامه في مسلسل برستيج.
اسوأ اعمال عمرو سلامه على الاطلاق. في المسلسل ده عمرو سلامه حاول يعمل مع زياد زي ما عمل مع ويجز وطلعه فلاح وبتاع، بس بصراحه زياد ما كانش وحش، هو كان لطيف وما كانش بيضايقني لما كان بيطلع، بس هو كان عنده غلطات كتير قوي في الكلام وكان بيقع غصب عنه. بس في وسط كل الوحشه اللي في المسلسل دي انا مش هكره زياد زازا، يعني هي جت عليه. وبعد كده نزل له فيلم اسمه عائشه لا تستطيع الطيران، اسوأ فيلم انا شفته السنه دي بعد فيلم ريستارت على طول. فيلم وحش قوي وحش قوي قوي قوي، وما رشحوش لحد، هتلاقي شورت عنه يعني لو مهتم تسمع عنه ريفيو. بس بصراحه زياد عجبني فيه قوي، وكان عاجبني فيه ان هو بيقدم دور بشكل واقعي بالنسبه لي، بالرغم يعني من فجاجه الدور وان هو في اول مشهد ليه شلف لثلاثه سود ومسح بكرامتهم الارض، بس عادي يعني. على جنب كده في رابرز طلعوا كضيوف شرف في الافلام، ما كانش ادوارهم كبيره بس طلعوا في افلام مثلوا يعتبر. اولهم مروان موسى في فيلم الحريفه 2، هو عمل تراك للفيلم وطلع ضيف شرف. نفس القصه مع ابو الانوار في مين يصدق، عمل ضيف شرف برضه وعمل تراك للفيلم. اما لو جينا نتكلم عن ترتيب الرابرز دول من احسن واحد لاقل واحد، فاول واحد طبعا هو ويجز. ويجز لما مثل على المستوى على اي حد هيجي بعده بالنسبه لي. تاني واحد يجي بعده على طول هو زياد زازا، وكنت محتار ما بينه وما بين شاهين بصراحه، عشان كده في المركز الثالث انا هحط شاهين، الراجل ده اجتهد جدا في التمثيل بالنسبه لي. وفي المركز الرابع انا هحط احمد سانتا، بالنسبه لي كان ظهوره اخف من اللي بعديه. ارسنال ما كانش وحش بس العمل اللي هو شارك فيه اقل من العمل اللي سانتا شارك فيه، فسانتا اخد درجه اعلى يعني. واخر واحد للاسف هو ابي يوسف. في الراب ابي يوسف اول واحد يعني، بس انا بتكلم في التمثيل عشان الصياح. ابي يوسف اتحط في فرصتين مع حرفيا نجوم منهم احمد مكي ما عرفش يستغلهم بالنسبه لي. وبرده لسه في اعمال جايه للرابرز ولسه هيمثلوا تاني، وهم 3 اعمال بالظبط. اولهم فيلم اسمه وتر واحد، هيبقى من بطوله ويجز ومع مين بقى، مع اسر ياسين وطارق عماد ومان السيد. بصراحه انا متفائل جدا بالفيلم ده ومتاكد انه هيبقى فيلم حلو ان شاء الله. وتاني عمل معانا هو مسلسل اسمه ميد ترم، ومسلسل شبابي بطوله ياسمين العبد وزياد زازا وناس كتير قوي يعني. انا بحب المسلسلات الشبابيه بصراحه ومتفائل بالمسلسل ده. واخر عمل معانا وواحد من اجدد الاعمال اللي هتنزل الفتره الجايه هو فيلم ايجي بس، الفيلم اللي هيجي من بطوله احمد مالك وسلمى ابو ضيف، والاول مره اخيرا مروان بابلو هيمثل. بصراحه انا متفائل جدا، وبالذات عايز اشوف بابلو هيعمل ايه وهيبقى كويس ولا لا. كملخص للحلقه انا شايف ان الرابرز لسه ما سابوش علامه في التمثيل ما عدا ويجز، يعني ده كان في حته لوحده. فبصراحه انا هعتبر ان الرابرز فشلوا في التمثيل لحد دلوقتي، بس هل قدام الكلام ده ممكن يتغير؟ الله اعلم، انا ما اعرفش. وبصراحه انا خلصت اللي عندي، لو انت عندك راي تاني اكتبه لي تحت في الكومنتات، وهستنى كل الكومنتات اللي هتجيلي. وطالما انت مكمل لهنا فانت راجل جدع قوي وانا بحبك، فكمل جدعنتك دي باللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.